تخيل ان البراندنج كان اول مره يظهر مش من 10 ولا 20 سنه، لا ده من اكتر من 1200 سنه، وبالتحديد في القرن التاسع الميلادي عن طريق تاجر عراقي مسلم اسمه ابو القاسم المسعودي. الراجل ده كان بيعمل حاجه بسيطه قوي لكن قلبت الدنيا وقتها، وهي انه كان بيحط ختم خاص بيه على كل قطعه قماش بيبيعها. والختم ده مش بس كان بيميز البضاعه بتاعته عن باقي التجار، لا دي كانت كمان بتضمن العملاء جوده المنتج ده. والناس بقت تدور على الختم ده وهم بيشتروا القماش لان دي الحاجه الوحيده اللي هم ضامنين جودتها. وهنا الراجل ده نفذ البراندنج بالمفهوم الحديث بتاعه، لان البراندنج مش مجرد لوجو او الوان، البراندنج هو الشعور اللي الشخص بيحسه لما بيشوف الشعار بتاعك. هل هيحس ان الحاجه بتاعتك دي عاليه الجوده ولا سعرها مناسب ولا بريميوم وغاليه قوي؟ ايه اللي انت عاوز توصله بالظبط، او ايا كان الرساله اللي انت عاوز توصلها، فهو ده البراندنج. وده ما بيحصلش من يوم وليله، ده بيحصل نتيجه لتكرار المسج اللي انت عاوز توصلها. فلو انت عاوز توصل ان انت اعلى جوده في السوق لازم تحافظ على جودتك وكل الناس تشهد ده، ويجوا لك بدل المره 2 و10 ويريكومندوا ليك الناس، وكله يبقى مجمع على الحاجه دي ان هي عندك. انا كريم حنفي، سلام.